السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة فيديو جديد مع بعض، هنعمل الناجتس الفراخ اللي بنشتريها من بره، تبقى غالية جدا جدا وهي اصلا مش فراخ، هي بواقي فراخ. مش عايزة اقول يعني هي ايه، بس هي بتبقى ملهاش اي علاقة بالفراخ خالص. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة نظيفة كده وحلوة جدا وطعمها ولا اروع. تمام، هنجيب عندنا صدور فراخ بانيه، او مثلا جبنه فرخه مثلا وفي ناس بتجيب الفراخ اللي هي الكبيره وبتقطع بقى الوراك لوحدها والصدر لوحده والكلام ده. ناخد صدر الفرخه تمام وهنشيله نعمل بيه ناجتس الفراخ. هنطلع كميه محترمه جدا من ناجتس الفراخ. شوف احنا بنشتري العلبه فيها 8 قطع او 7 قطع، ومش بتبقى فراخ اصلا وبتبقى غاليه جدا. تخيلوا بقى احنا اللي هنعمل الكميه اللي هتخرج معانا تبقى قد ايه. هنجيب بقى صدور الفراخ زي ما قلنا، وهنجيب هنا في اللي هو ال الكريسب اللي بيتباع ده بره، بيبقى بيتباع سايب كده. تمام، الكريسب بتاع الفراخ. وهنجيب هنشوف الاول احنا هنجيب الكريسب ده بتاع الفراخ. تمام، هو اللي هنديله طبقه التغليفه اللي من بره. تمام، هنجيب بقى نمشي واحده واحده كده. هنجيب صدور الفراخ مفيهاش اي عظم طبعا، نخليها من اي عظم، ونضيف لها توم، يعني شوية توم كده محترمين، مش كتير علشان ما تضغيش على طعم الفراخ. وهنضيف توم باودر وبصل باودر، حبة محترمين كده، يعني معلقة كبيرة توم باودر. انا التوم باودر بيكلكع عندي، بيبقى مكلكع كده، بيبقى محجر. تمام، وضفنا فلفل اسود وكاري و... وزعتر، بيديها طعم حلو جدا جدا، وبابريكا. ولو عاوزين علشان اللون حبة، هو الكاري هيديها لون، بس لو حابين حبة كركم كده بسيطة جدا علشان بس الطعم ما تطغيش. يعني الكركم طبعا عارفين ان هو ريحته قوية، فعلشان ما يطغيش على الطعم. وهنا ضفنا حبة زيت وحبة جنزبيل، تمام، وحبة خل والملح طبعا. هتضيفي كل التوابل اللي عندك. مش عندك توم باودر وبصل باودر مفيش اي مشكلة، احنا ضايفين توم عادي. وممكن نضيف يعني بصلاية مثلا صغيرة جدا يعني كده. وده بديل البصل بودر، وحبة مية. وهنضيف بقى، تضيفي بقى كل التوابل، توابل الفراخ بقى، ضيفي كل التوابل اللي عندك، بس ما تكتريش علشان احنا عاوزين طعم الفراخ يبقى ظاهر في مش عايزينها تبقى زي بتاعت بره كده ما فيهاش طعم فراخ. خلاص بقى، هنا ضربنا كل الحاجات دي مع بعض فرمناها. هنضيفها بقى في بول عندنا. طبعا هننزل كل حاجة مش هنسيب ولا فتفوتة. تمام، نزلنا طبعا كل حاجة، هي مش هتلزق في ايدك ولا حاجة لان احنا ضايفين زيت. بس لو لزقت ادهني ايديكي وانتي بتعمليها بشوية زيت، هي مش بتلزق خالص. تمام، طبعا ده فراخ مفيش اي حاجة ضايفين لها، ولا بطاطس ولا اي حاجة، دي فراخ. تمام كده. وطبعا هتطلع لك كمية يعني محترمة جدا، وطعمها كمان حلو جدا. هو المقطع اتكرر تاني وطعمها حلو جدا، يعني ولادك مش هيصدقوا يعني ان دي مش من بره. يعني طعمها حلو جدا. وطبعا احنا عارفين ان هي الناجتس اللي بتبقى فراخ بتبقى غاليه جدا، وبرده مش بتبقى ضامنه نظافتها يعني. تمام، ولا انت عارفه برده دي فراخ ولا مش فراخ. ولو عارفه ان هي فراخ بتبقى غاليه جدا وكميه قليله. لكن يعني اللي معانا ده تقريبا ربع كيلو، كمان تقريبا ربع كيلو فراخ. يعني لو صدر فرخه اتبقى منك او اي حاجه، ممكن تعملي منه كميه محترمه. لو ورك فرخه مثلا خليتيه من الجلد والعظم، هتعملي برضو كميه حلوه.
تمام خلاص. هنا تمام. زي ما قلنا الزعتر هو بصراحة الزعتر بيديها طعم حلو جدا، بس لو مش عندنا برضو ممكن يعني نضيف حبة نعناع صغيرين خالص، ولو مش عندنا مش مشكلة. لو عملناها كده بالفراخ وفي حبة فلفل اسود وحبة ملح واي توابل عندنا هتطلع حلوة جدا برضو. تمام. هنعملها بقى انا اي شكل مدور بقى، بس انا عملتها الشكل اللي هو المعتاد اللي احنا بنجيبه من بره، بيبقى شكل بيضاوي كده شوية، شكل الناجتس يعني، او شكل الكوكي. هي الناجتس بتبقى اصغر من دي، بس هتبقى شكل الكوكي اللي احنا بنشتريها من بره. تمام. هنعملها بقى كده وهنضيفها في الكريسب اللي هو اللي احنا عاملينه. طبعا هتبقى يعني هنمسكها كده ونضيف لها، لو لزقت في ايدينا هنمسح ايدينا بشوية زيت. تمام. وهتبقى كويسة جدا، وهي اصلا مش هتلزق لان احنا ضايفين لها زيت. هنجيب بقى صينية عندنا ونجيب اي استرتش مثلا، بس الاسترتش هيلزق اكتر فيها، فنجيب ورق التلاجة ونقطعه. تمام. انا جبت ورق التلاجة، اكياس التخزين اللي احنا بنخزن فيها العادية. تمام. وهنقطعها كده نفردها، او مش لازم نفردها، نحطها كده على يعني على الصينية. تمام. ونحط بقى نرص عليها كل الكوكي او الناجتس اللي هيخرج معانا اللي هنعمله. هنخلص بقى باقي الكمية كلها، خلص كل الكمية كلها اللي معانا بنفس الشكل ده. حابين نضيف لها بعد ما نعملها كده ونعملها نديها نفس الشكل ده، هنضيفها في دقيق. احنا مش هنضيف بقى في دقيق ولا في بيض ولا دقيق ولا بقسماط ولا اي حاجه، احنا معانا الكريسب ده، هي الطبقه دي بس. حابين بقى، انا جبت هنا حبه زيت، تقريبا زيت بميه، اه علشان بس ايه ما احسش ان هي بتلزق، وفي نفس الوقت ايه حتى لو فككت من بعض فتلم من الزيت والميه. وهنزل بقى فيها على طول، وحتى لو فتفتت معانا في الكريسب ده مش مشكلة، هنرجعها ناخدها على ايدينا برضو ونظبطها، وهترجع برضو زي الاول اهي، وهتبقى متماسكة جدا متقلقوش خالص. تمام. انا عملت بقى دي معاكم عشان اوريكم الشكل. هنخلص بقى باقي الكمية ونرجع لكم تاني. انا بقول لكم ان هنا ده هنا شكل ظاهر اكتر. شايفين؟ انا بقول لكم ان هي مش بتلزق خالص في ايدي اهي، ايدي نظيفة. تمام. وهنجيب بقى يعني حبة مية كده بزيت. ليه؟ علشان ليه؟ علشان هنا ده معايا بقسماط، دي بقى طبقة البقسماط. تمام. لو حابين ان احنا نضيف طبقة بقسماط الاول وبعدين ننزلها في الكريسب مفيش اي مشكلة، بس انا الاسهل ان احنا ننزلها في الكريسب على طول. تمام. شايفين؟ حتى لو فككت مننا هترجع تاني، تاخد نفس الشكل برضو وترجع تاني. انا حابه امشي معاكم خطوه بخطوه علشان تشوفوا ان هي مش بتلزق في ايدي، وان هي سهله جدا ومفيهاش اي صعوبه خالص، يعني مفيهاش اي حاجه. تمام. شايفين اهي متماسكه جدا، وكمان هندخلها الفريزر هتتمسك اكتر. هنا خلصنا كل الكميه اللي معانا. شايفين بقى عملت قد ايه؟ يعني عملت تقريبا، شايفين؟ انا بعدل لكم هي عملت قد ايه. تقريبا 13 او 14 قطعه، وكمان متبقي مني حبه. الكريسب عندي ما قضاش. تمام. ما كانش عندي كريسب فشلتهم برضو. تمام. هكملهم برضو لما اجيب كريسب هكمل بيهم الكمية. تمام. يعني عملت معايا 15 واحدة، ولو كان عندي يعني قولي تقريبا مثلا بالكمية اللي عندي دي ممكن تعمل 20 مثلا، ممكن تعمل 20. انا برضو مش برجع اعدهم معاكم تاني علشان تشوفوا الكمية وتقارنوا.
بربع كيلو فراخ. يعني انا لو ربع كيلو فراخ بانيه يعني هيعمل معاكي الكميه دي كلها. بصدر فرخه واحد بس شوفي هتعملي الكميه دي كلها. فحاجه بقى نظافه بقى وطعم يعني مفيش بعد كده. هنا بقى هنحطها في الفريزر، هناخدها كده زي ما هي نحطها في الفريزر. وشايفين انا قبل ما احطها في الفريزر بقول لكم ان هي متماسكه جدا، يعني قبل ما تدخل كمان الفريزر هي متماسكه جدا مش محتاجه. يعني ممكن ناخدها كده نقليها في الزيت، بس انا بفضل ان انا احطها في الفريزر شويه علشان الكريسب اللي فيها ده يمسك، ولما احطه في الزيت معايا ما يخرجش مني. جربوها بقى وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، ومش هتشتروا الكوكي ده من بره تاني. هنا خلاص بعد ما خرجت من الفريزر حتى شوفوا شكلها بقى محمط كده شويه متجمد. مش هنسيبها كتير، ممكن كمان نشيلها في اكياس التخزين ونحطها في الفريزر، ولما نيجي نستخدمها هتبقى جاهزه معانا تمام. هنا بقى حطيت زيت غزير ونزلت بقى، شايفين مفيش اي حاجه متنطوره معايا ولا فكت معايا في الزيت ولا اي حاجه، يعني ما تقلقوش خالص. ان انا بقى عملت جنبها شويه مكرونه تمام. خلاص هتاخد بس ما نحاولش ان احنا نحمرها قوي علشان ما تتحمصش مننا قوي، يعني تبقاش مقرمشه زياده، تبقى برضو فيها طراوه. وهتشوفوها من جوه دلوقتي معانا جميله جدا جدا. هنضيف بقى الكميه برضو. شايفين شكلها بعد ما خرج شكلها حلو جدا جدا، ولا الطعم والريحه، لان احنا دي فراخ فرحتها فراخ، احنا مش ضايفين لها حاجه تمام. هتطغي مثلا على اللي بنشتريها من بره بيبقى معظمها توابل. شايفين من جوه شكلها عامل ازاي؟ طعمها بجد خرافه من جوه، والله العظيم طعمها كان حلو جدا. احنا اللي بنشتريها من بره دي بتبقى معظمها توابل بيحاولوا هما يغطوا على الحاجات اللي هي بواقي الفراخ بقى، انتوا عارفين بقى بواقي الفراخ بقى، فبيحاولوا ان هما يغطوا عليها، فبيضيفوا بهارات بهارات بهارات، فبتبقى كلها منكهه بهارات مفيش فيها اصلا فراخ. شايفين بقى من جوه مش ناشفه، ماسكه نفسها. نحاول بقى ان احنا واحنا بنجيب يعني الكميه نحطها، نجيب كميه فراخ يعني نجيب حبه كتار، يعني علشان متبقاش من جوه فاضيه ومن بره مقرمشه، تبقى طعمها ظاهر كده. فناخد معانا الحته يعني تبقى مليانه، يعني تبقى مليانه فراخ. هنا بقى انا عملت دي شويه المكرونه، انا عملت معاها جنبها حبه مكرونه كانوا طعمهم حلو جدا جدا جدا. ودي الكوكي، يا رب تكون عجبتكم. وشكرا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.